شفتي الهدف اللي سجل بلال الخنوس في ماتش المغرب ضد باراغواي في نهاية الدقيقة 47؟ اللقطة بانت عادية، إلا شفتي الهدف بوحدو غادي تقول هجمة عرضية تسديدة وهدف، ولكن في الحقيقة كاين واحد التفصيل صغير هو اللي جاب الهجمة وهو اللي بدل الماتش كامل. وهاد اللقطة بدات من قبل، ومن خلالها غادي نتعرفوا على 4 ديال المقاييس في الداتا فوت. ركز معايا. في البداية الخنوس نزل اللور، ماشي حيت بغى يلمس الكرة، ولكن حيت بغى يأثر في قرار لاعب خصم. اللاعب الخصم كان كيراقب مدافع مغربي وما خلاهش يساهم في إخراج الكرة من المنطقة ديالنا، وفي ذاك اللحظة بلال قرب ليه. هنا خلق ليه مشكل، واش يبقى مع المدافع ديالنا ولا يخرج لبلال، يعني حطوه في ديليم حيرة. في النهاية اللاعب الخصم تبع دلال، وفي نفس اللحظة المدافع ديالنا تحرر ولا عنده المساحة يستقبل الكرة. هنا بدات الهجمة الحقيقية، ماشي من اللي بدات الكرة تطلع، ولكن من اللي تحل هذا المشكل. في الداتا هاد الشيء كنقيسوه بواحد المقياس انفلونس سور لا ديسيزيون ادفيرس، اللي كيقيس تأثير اللاعب على قرار الخصم حتى بلا ما يلمس الكرة. هنا إذا بلال كيقيس الإجبار الغير مباشر اللي فرض قرار غلط على الخصم، من يحطو في حيرة وخلاه يختار الخيار اللي كيخدم مصلحة المنتخب المغربي، ومن ثم تفتح اللعب كامل. بلال ما تسناش الخصم يغلط، هو اللي برمج هذيك الغلطة في الدماغ ديالو بتموقع ذكي وخلاه يحس بالخطر فين ما كاينش وينسى الخطر فين كاين. هذا الأداء كنقيسوه كذلك بمؤشر آخر، فالور سون بالون اوف بال فاليو، اللي كيقيس التأثير بالتواجد، يعني شحال كتزيد نسبة الفوز ديال فرقتك بسبب التموقع، الجري وإخلاء المساحات اللي كدير وانت ما عندكش الكرة. في هذه الحالة بلال جذب اللاعب الجهة باش حل الجهة أخرى. من بعد بلال ما بقاش في بلاصتو، رجع دخل في اللقطة بشكل جديد في وقت مختلف. في الداتا كاين مقياس آخر كيبان في هذه اللقطة، timing of intervention، كيقيس مدى دقة اللحظة اللي كيقرر فيها اللاعب يدخل المنطقة باش يكون هو الحل بلا ما يعيقوا به المدافعين. وهنا بلال دخل في الوقت اللي الدفاع ما بقاش مركز عليه، لاحظ أنه جاي من وراهم. وكاين حتى مقياس آخر كيبان في هذه اللقطة، menace potentiel، كيقيس القيمة المرافقة للتقدم وكيعطي النقطة للاعب حسب البلاصة اللي ولا فيها ومدى خطورة الوضعية اللي كيصبح كيشكلها. حنا شفنا الهدف، ولكن الحقيقة الهدف بدا من اللي بلال بدل القرار ديال الخصم. المخ ديالنا كيركز على الكرة، ولكن اللعب الحقيقي كيوقع في القرارات اللي ما كجمانش. بلال ما لعبش غير الكرة، لعب القرار، والحقيقة ماشي في اللي كنشوفه، ولكن في شكون كيبدل القرار ديال اللعابة في الخفاء. كاين مرات اللي كيبدل كل شيء، ما كيكونش أكتر واحد باين، كيكون أكتر واحد فهم فين يتدخل ووقتاش يتدخل.